بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في يوميات عائلة سليم والبنات وفيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعة كانت من فكرة روبان ورماس، فأنا هسيب الماس تشرح لكم فكرة الفيديو بتاعها وهي تتكلم. اتفضلي يا ريم. فيديو النهارده اللي احنا جبنا برو 30 وجبنا ب10 وجبنا ب5، وهنشوف بقى ايه هيطلع لنا ايه. ممكن يعني كل حاجه مناسبه على، يعني ممكن تلاقوا ده مناسب على سعره، هتلاقي فيه كميه مناسبه على سعره يعني. هنبدأ دلوقتي نشوف أول نجرب. طبعا يا جماعة احنا جبنا يعني كميات بسيطة عشان الكرتونة بتبقى سعرها غالي، فاحنا حبينا نعمل الفيديو بتاعنا بأقل التكاليف. فهنبدأ دلوقتي معانا. يلا روفي افتحي. روفان خدت الكيس الكبيرة ب 30 جنيه علشان هي كبيرة. تلاقي روفي كده افتحي روفان وبعدين قولي بسم الله يا روفي. هو ده بيطلع فيه ايه بقى؟ تخيلوا ايه؟ مش عارفين. نضارة. لا انا قلت كوتشينة؟ لا خلاص أنا عايز دهب. لو في دهب ولا في ناس بيقولوا ان هي بتاخد دهب. يا ريت بتاع كده يا روفي وريني. فضي هنا. طب وريني. فضي هنا. ايه ده؟ جيران جراب موبايل. كان حاولنا بس الجراب بس جراب موبايل اهو. حاضر. جراب موبايل. حلوة خد جميل. يا سيدي خليه معاك. حلو خالص. شوفوا بقى شوفوا. جراب موبايل يا جماعه. طبعا هي بيطلع فيها هدايا كتيره جدا، وفي ناس بتقول ان بيطلع فيها ذهب، فانا طلع لنا دلوقتي الجراب، وان شاء الله المره الجايه يطلع لنا الموبايل. دويني كده يا روفي. اتفضل. بسم الله. خلي ده على جنب شويه كده. الاثنين دول. بس يا جماعه انتوا ما لاحظتوش حاجه؟ ايه بقى؟ ان الكيس ده لونه بينك وانا لابسه بينك، ما شاء الله. ريماس احمر فريماس لابسه احمر وسليم ازرق. بس احلى حاجه ازرق، احلى حاجه ان هو طعمه على فكره ملوك. طب دوقي. الماما بقى تبقى تاكل بعدين عشان هي بتصور. يلا مين اللي عليه الدور؟ يلا يا ريموس موبايل افتحي شكله كده. جميل. احطه في الموبايل. افتحي يا ريموس كده ورينا في احطه ايه. في الموبايل. يا رب يا رب يطلع لك فلوس يا الناس. طلع لك كده. فدي كده فدي وريني. اكيد مش هيطلع. ايه ده ضوافر. طلع لك ده. ربنا حققنا انك لسه في الناس ناكل ضوافر من زمان، بس ماما استنى يا ياسمين بس هندوق ده بعدين نفتحها. ضوافر. دوقيني كده. كده وده بطعم ايه؟ ضوافر. ما تدخل ياسمين دول. حلو. عارفه ده ممكن يكفي العائله كبيره. هو يا جماعه الكميه بتاعته كويسه على قد يعني 10 جنيه في المتر. طبعا ده 30 جنيه فده كبير. ده ما شاء الله ده يكفي العيله. الناس طلع لها ضوافر. والله كان نفسي بجد في ضوافر. يلا سليم بقى الدور على سليم. هحطها بقى بس بعد الفيديو. يلا سليم نفتح دلوقتي. انا اللي افتح ولا انت اللي تفتح؟ افتح انت. قول بسم الله وافتح سليم. يلا يا عسل. طب انا افتح لك انا ولا انت تفتح وانا ايه؟ انا افتح لك. عنده ايه مقص يا بابا؟ حط هنا سليم نشوف طلع لك ازاي. واو. ايه ده؟ ايه ده؟ مش عارف سليم طلع له ايه. ده سحلفه دي. اه سحلفه اي الله الله. ايه ده؟ ايه ده؟ استنى هركبها لك. يلا خد لنا سليم. ده يا جماعه اللي هو ابو 5 جنيه. ده يكفي واحد بس. يعني عدد بقى الكميه بتاعته بسيطه علشان سعره بسيط. انا عرفت. فطبعا ابو 30 الهدايا بتاعته بتبقى قيمه شويه. في الجراب ده ما شاء الله ممكن تجيب مثلا 20 او 30 جنيه على قد الفلوس بتاعه، وبرضه ب 10 جنيه نفس الموضوع. فكل واحد على قد الفلوس بتاعته بيطلع لك الهدايا. وعلشان ما حدش يدخل يا جماعه في التعليقات ويقول لنا ايه وجهه الاستفاده من الفيديو بتاعنا، طبعا احنا الفيديو بتاعنا نوع فيديو ترفيهي بالغرض منه ان احنا بنسيب ذكرى جميله عند الطفل بتاعنا. وطبعا يا ريت كلكم في البيت تجربوا التحديات دي والفيديوهات دي مع اولادكم، بتدخل عليهم الفرح والسرور. طبعا ده كان الجزء الاول من الفيديو بتاعنا. يلا بينا ندخل على الجزء الثاني من الفيديو وهو بعنوان مين يعرف بابا اكتر. يلا بينا يا جماعه. وده الجزء الثاني من الفيديو بتاع النهارده يا جماعه بعنوان مين يعرف بابا اكتر. هنعمل دلوقتي مجموعه اسئله وهنسال روبان ونسال ريماس، واللي هيجاوب اكتر هيبقى هو عارفني اكتر. وطبعا انا هقدم له جايزه ماليه 100 جنيه هيشتري بيها اللي هو عايزه. هنبدا دلوقتي يا جماعه مع اول سؤال لروبان. يا روفي، بابا بيحب اكتر رياضه بابا بيحبها ايه؟ انت بتسألني ايه؟ كرة القدم. طب اكتر فريق انا بشجعه وبحبه؟ الاهلي. طيب يا ريمس، اكتر رياضه انا بحبها ايه؟ رياضتي المفضله؟ طب
والفريق اللي انا بحبه وبشجعه الاهلي. فريق الاهلي. هما كده يا جماعه الاثنين جاوبوا نفس الاجابه، وفعلا انا اللعبه المفضله اللي انا بحبها كرة القدم. كنت بلعب كرة قدم اصلا، وكمان انا بشجع فريق الاهلي. الاهلي فوق الجميع يا جماعه. السؤال الثاني نبدا بقى مع كده الناس. انا ضربة 1-1 هما كده الاثنين متعادلين مع بعض. يا ريم السؤال الثاني هنسال ريماس. يا ريماس اكتر اكله انا بحبها ايه؟ طيب انا عشت كده بس مش عارفين انا باكل ايه معاك. السمك. طيب يا روف اكتر وجبه انا بحبها واكله بحبها ايه؟ سمك. صح. طب كده هما الاثنين جاوبوا صح فعلا يا جماعه. انا بس ممكن لو احنا كسبنا نقسم دي مع بعض. بحب اكل السمك خالص. طيب السؤال الثالث ده هنبدا عند روفان. يا روف المشروب المفضل، اكتر حاجه انا بحب اشربها ايه؟ القهوة. لا استنى انا مش محتاجة قهوة. خلاص انت جاوبتي. انت قلت ايه؟ القهوة. انت قلت ايه؟ الشاي. لا يا جماعه روفان اللي هتكسب. انا بحب القهوه على فكره. يبقى كده واحد. انا كنت عايزة اقول الشيبس. طيب السؤال الرابع. لا كده 2-1. اللي الجبنة اللي قبلها. ايوه 2-1 انتوا تعادلتوا. ماشي 2-1. طيب السؤال اللي بعد كده هنسال ريماس. الحمد لله. يا ريم اكتر حاجه. طب اكتر مكان انا بحبه ايه؟ اوه دي صعبة ومصعب أكتر مرة دي مكان بقى انا بحبه ايه؟ وعلى طول ببقى موجود فيه. البوكيه. اوكي. طيب اكتر مكان بحبه ايه؟ القهوة. لا الناس تكسب. فعلا يا جماعه على اكتر مكان ببقى موجود في الاستثمار هو المكان بتاعي، ببقى قاعد فيه على طول. طب السؤال اللي بعد كده اللي هو طيب يا روفي اكتر حاجه انا بتضايق منها ايه؟ بتضايقني وممكن اتعصب. انا عرفت ان انت كنت بتضايق ان احنا نعملها. بيتضايق من الصوت العالي، بيتضايق من الفتنة ان انا مثلا اعمل حاجة غلط اختي تروح تفتن عليا. طيب يا ريم اكتر حاجه بتضايقني كلام كتير. كلام كتير. والفتنة والكذب عشان انت بتضربنا عشان. هما كده يا جماعه الاثنين جاوبوا نفس الاجابه. السؤال اللي بعد كده روف انت اللي عليكي دلوقتي السؤال بتاعك. يا روفي انا لو ما اشتغلتش في التربيه والتعليم مدرس يعني كنت ممكن اشتغل. لا دي صعبة. اقول انا لا ايه اسكت. يلا دكتور. لا يا ريموس مدير مدرسة. لا هما الاثنين يا جماعه جاوبوا. ايه هي؟ بصراحه انا كان نفسي لو ما اشتغلتش يعني كان نفسي اشتغل ضابط، يعني ضابط جيش. وحتى كمان انا قدمت في بعد ما خلصت الثانويه العامه قدمت في الجيش، بس الحمد لله ما حصلش نصيب يعني. السؤال اللي بعد كده يا جماعه يا روفي ايه هي الفاكهه اللي انا بحبها يا حبيبتي؟ البطيخ. ايه يا ريمس الفاكهه اللي انا بحبها ايه؟ المانجا. ولا البطيخ ولا المانجا، الاثنين يا جماعه جنب غلط. انا عيط. انا بحب العنب فشكرا. طيب السؤال اللي بعد كده نبدا بقى مع الناس. الحمد لله. السؤال اللي بعد كده ايه اللون المفضل عندي؟ اكتر لون انا بحبه ايه؟ انا عارف. ده كده طيب. لا مش عايز. طيب الاسود. ايه يا روفي الأبيض. اكتر لون؟ لا برافو يا جماعه جاوبوا صح فعلا. بحب اللون الابيض جدا. وده كان اخر سؤال. ده اللي كسبت دلوقتي معانا هي روفان يا جماعه 3 وريماس 2 وكده. روفان ان شاء الله هتكسب. روفان كسبت ب 100 جنيه تشتري بيها اللي هي عايزاه. بس بقى قسمي وهاتي لاختك حاجه. ماشي. وهاتي لسليم معاهم برضه. ولا هتشوف جنيه. ماشي. لو وصلتوا معانا اللحظه دي في الفيديو يا جماعه يا ريت تصلوا على النبي في التعليقات وتكتبوا لنا كومنت جميل. يا ريم عايزه تقولي حاجه للمتابعين؟ ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واكتبوا لنا تعليقات كده من تعليقاتكم الجميله. روبي هتقولي حاجه؟ مش عايزه تقولي حاجه؟ لا كده. استنونا في فيديوهات جديده. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.